لاله أسية، بعدا في البداية كنهنئك على هذا المعرض الجميل جدا. شكرًا. حاضرة فيه روح المرأة المغربية، روح الوطنية، وحنا في زمن في هذا الوقت حنا أحوج. حاسين أحوج إلى مفهوم الوطنية، والتعلق بالوطن، التعلق بالتقاليد. كيف جاتك هذه الفكرة بعدا؟ هي في الحقيقة أنا هذه أكثر من 10 سنوات وأنا كنخدم على الهوية المغربية والتراث المغربي، ولكني هذه المرة حاولت باش نقيس واحد المواد أخرى وأفكار جديدة من جميع وستيل مناطق المغرب. جميع هذا هو المناطق. الجميل. هذا هو كنت كندير الفيغوراتيف وكنت كنشخص هذا الجديد في هذا الأسلوب الجديد ديالي دابا. سلطت الضوء على الأزياء أكثر من زي وحيلي وسون لو فولواغ بلا ما حسيت التقاليد، لأن تقاليد. فاش كنقول اللبسة ديال الحنة راه كنهضر على الحنة الحنة اللي آه، هي واحد الطقس مهم عندنا في طقوس العرس المغربي. اكزاكتومون. آه. و بغيت نقيس التكتار ديال الزهر وداك لادام بالزلافات ديال عين وحاجب. لقيت راسي كنهضر على هذا الموسم أيضا. واش حاولت. درتي حتى الزلافة ديال البصارة هذيك، ديال أي الفطور اللي معروف عند جبالة، وكذلك هنا في فاس. أي كاين واحد حيت الغذاء حتى هو راه داخل في التقاليد، لأن تقاليد كاين واحد الأغذية معينة في واحد المناطق جغرافية وفيها البرد وفيها يعني. اكزاكتومون. حاولت اللي جديد اللي بزاف أنا بالنسبة لي جديد تاع الرسامين تا هما، حيت كانوا هنا مجموعة ديال مجموعة الفنانين. الفنانين. كانوا مجموعة الفنانين وتا هما جاوهم هاد الطرح جديد جدا. طرح جديد تماما. لأن الفكرة ديال أنك ترسم ماشي على الأطوال ولكن ترسم على الثوب ديال الخريب. هذا جديد. ثوب راقي جدا اللي هو الخريب اللي حنا كنعرفو كان ينسج من الذهب 18 كارا، كيعيطوا له الخريب، كان كيخرب البيوت بقوة الغلاء ديالو. تماما. دونك درت طرز على الثوب ديال الطرز معروف حتى هو. كنا كنعيشوا في هذه الأجواء فاش كنا صغار. دونك أنا حاولت باش نمثل كل مدينة بالثياب ديالها أيضا. نعم. ودرتي تلتام اللي كان واحد اللباس معروف في الستينات أما درت داك اللباس ديال الستينات وحاولت ما نعطوش الوجوه، لأن أي واحد يمكن يدير الصونات أغيغ غوميغ فيه ولا جداتو ولا جارتو، وهذا هو الجميل. يمكن لك تحط لو بيرسوناج اللي بغيتي والشخصية اللي بغيتي داخل بدون وخصوصا وان الناس كيفناو ولكن الثياب والزي التقليدي يتوارث عبر الاجيال. وعنوان ديال لا بيريود، عنوان ديال لا بيريود. هاد التشكيله دابا اللي قدمتي ديال هاد المجموعه د اللوحات، شحال هنايا من اللوحات تبارك الله؟ هنايا ازيد من 15 لوحه. شحال المده استغرقت ديال العمل؟ شويه. انا كنت انت تعرف السيده جوزيفينا كانت هي اللي طلبت منا هاد التشكيله وخات بغات تهضر معنا على الزمن البعيد وطلبت لنا اللي هي هاد التشكيله اول مره نعرضها، ولكن هي الى ديال البولون وهي خرج عليها واحد الكتاب خاص بالزي والتقاليد المغربيه. دونك اول نسخه غتخرج في شهر ديسمبر في بولون، وحنايا ما بغيتش تمتي الفرصه ان بعدا يشوفها الاصدقاء ديالي والفنانين. قلت لهم راني في واحد التشكيله جديده، قالوا لا حنا اوني تري كوريوس. قلت لا اجي حنايا نمشيو للبالي ميدينا انتسبال. لقينا الترحيب من المدير. كنشكروهم لان جانا هذا المعرض، هذا اضافه لهم في الحقيقه. لا اسيا قلت لك غتكون سنه واقيلا خداك هذا العمل ولا سنتين؟ ماشي بزاف، لان جيتي بري باغ لو طون. بقات السيدات انا كنعرفك انك كنتي خدامه شويه. لا درت 6 أشهر في الحقيقه. 6 أشهر انت كتخدم. وانا عندك بلاصه فين كتجلس وتخدم؟ مون اتولي عندي في داري. الاتولي ديالك كتجلس كتنقطع على العالم وتبقى تفكري في الابداع، لان في الحقيقه افكار جميله طرحتي، خصوصا الزي المغربي اللي دابا دخل القفطان المغربي، راه دخل اليونسكو كتراث لا مادي، وعما قريب غيدخل لا بغودغي.
وانت راك خدمتي هنا على لا بغوطي. بغودغي، انا خديت على المبرة ديجا بغودي و درتي حتى الطرز الفاسد. اييه خدمت على الطرز الفاسد دايوغ كنلبس بحالو وكنرسم على الثوب ديالي. تبارك الله عليك. الفوطة ديال الشمال حتى هي خدمت عليها كثوب. هادوك النساء ديال الشمال انا درتي حتى القراب. خلتيه في وسط. انا القراب ما دخلش يعني ما قلتلكش وجهه داكشي. القراب انا بالنسبه لي عطاء وخير. رمز للعطاء. وكان ما كياخذوش بالمقابل شحال هادي فاش كانوا كيفرقوا ولو كوستيم الي امبوسيبل لي كولور ديالهم زوينين وتناسق وتا هو كوستيم داتر تا هو تاع الحمد لله راه قبطوا التاريخ. اذا انت عندك اشياء اللي بقات في الذاكره ديالك وحاولتي انك تشتغل عليها وتخدم. نقول لك واحد الحاجه، المراه الشماليه كنت سورتو فاش كنت كنمشي لازيلا كانوا واحد اللي بغا فام كينوضوا في الصباح وكيمشيو لي شون ديالهم وكياخذوا لي ليغوم مزيونين وطريين بيو وكيجيبوهم في السطيلات وكيبيعوا. ونساء حرات وقياديين. المغربيه دائما قياديه. انا فاش كنبغي نكري الدار من الشمال كيجي تنتفاوض مع المراه، هي الاخر الكلمه وهي اخرها. وكتكون دي مونوز وكانوا هما عندهم ليسونس دي كوميرسيال تبارك الله. منهم السيده الحره اللي هما نساء قياديات وعندهم كلمتهم داخل المؤسسة ديالهم كبيت كتسيير وتجاري أيضا. لاله آسيا كلمة أخيرة بمناسبة هذه اللوحات الجميلة جدا اللي غتبقى في التاريخ إن شاء الله. أنا كنقول بأن ما خصناش نقيسوا الازياء ديالنا ونميلونجيو لي صوص بحال دابا يكون الزي هو الصحراء والطربوش ديال الشمال. تنكونوا داك الساعات كنخطئوا التاريخ. بغينا حنا كل زي يحافظ على المدينه ديالو. وحنا ما كنهضروش على ان التكالب ديال البلدان المجاوره اللي كتبغي تنسب لها هاد لي كوستيم اللي انا ركزت عليهم على لي كوستيم قبل من التقاليد. ركزت عليهم عطيت عليهم الضوء وما درتش الوجوه دون سو سونس. وما بغيتش هادوك لو ميلونج ديال حنايا ما نخطئوش التاريخ ديالنا وكل زي يتلبس في المقام ديالو لان هذا انا بالنسبه لي هاد اللوحات هما نوع من التاريخ الزي المغربي. حنا كنموتوا وتنمشيو وكنفناو وكيبقاو اللوحات بحال لي تامبغ بحال هذا هما اللي كيأرخوا الزي بالحلي ديالو. لان كل منطقه كان عندها الحلي ديالها ولي بيجو ديالها الخاصين بها على حسب التربه فين هي عايشه وعلى حسب المنطقه حتى النوعيه الثوب. اذا هادو ازياء وهذا تاريخ ما خصناش يتقاس. دونك هذا هو الميساج ديالي باش نحافظوا على التراث ديالنا. وهذا الله يخليك لاله. ميرسي بوكو ان شاء الله.